مساء الورد. أحمد السيد يحييكم. هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة بتاريخ يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 عن لقاء نهائي كاس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك. لقاء انتهى من حوالي 10 دقايق بفوز النادي الأهلي بركلات المعاناة الترجيحية. طبعا ألف مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي على مستوى العالم العربي والعالم ككل، وألف مليون مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي الموقرة برئاسة كابتن محمود الخطيب. أول حاجة عايز أتكلم فيها، محدش يزعل من جماهير الزمالك. زي ما قلت لكم في ماتش كاس السوبر الأفريقي، يعني هنكسب، أو قلت يعني ممكن نكسب بكاس السوبر المصري. فزي ما احنا خسرنا في كاس السوبر الأفريقي، كسبنا النهارده في كاس السوبر المصري بضربات المعاناة الترجيحية، وهي في المقام الأول ضربات الحظ الترجيحية. يعني النادي الاهلي اضاع فرص كتير في الشوط الاول ولازمه سوء حظ. يعني كرة يحيى عطية الله اللي من ضربة ثابتة اللي جت في العارضة، فيعني كان في سوء حظ غريب في الشوط الاول مع النادي الاهلي. ونادي الزمالك اضاع فرص برضو في الشوط الثاني. الشوط الاول كان سيطرة كاملة للنادي الاهلي، الشوط الاول كان سيطرة كاملة للنادي الاهلي، والشوط الثاني كان سيطرة كاملة لنادي الزمالك. ورحنا للأشواط الإضافية ومن ثم ضربات الجزاء، وقدر النادي الأهلي إنه يحسم المباراة بضربات الجزاء الترجيحية. طبعا تألق محمد الشناوي، كابتن محمد الشناوي، كابتن محمد عواد. وعادي، قدر الله ما شاء فعل. محدش، انا كاحمد السيد اهلاوي، ولكن بقول لجماهير الزمالك اخواتي وحبايبي واصحابي، محدش يزعل على خسارة النهارده، وهنلعب بعض تاني في الدوري، فممكن الزمالك اللي يكسب الماتش اللي جاي وهكذا. وسجال يعني الدنيا ما بتقفش، يعني ما بتقفش على تفوق فريق على الاخر، بيفضل الموضوع سجال. انتظروني ان شاء الله في ماتشات ان شاء الله جايه باذن الله كتير. يعني اللقاء الجاي للنادي الاهلي يوم 29 اكتوبر مع نادي العين الاماراتي في بطوله الانتر كونتيننتال. فان شاء الله انزل لكم فيديو باذن الله يعني بعد المباراه، وفيديوهات خاصه ان شاء الله بالماتشات باذن الله. لو في الفتره دي النهارده 24 في ماتشين 3 مهمين اليومين اللي جايين قبل ماتش فريق العين الاماراتي، لاي فرق تانية ان شاء الله انزلها لكم. والف مليون مبروك. وحابب اوجه برضو التهنئة لأمح الدولي، الف مليون مبروك يا أمح. وزي ما قلت لك، كتبت لك ان شاء الله السوبر اهلاوي. انا مش عايزك تزعل على الماتش اللي فات بتاع السوبر الافريقي، دينا هو يا عم عوضنا وافرح. يعني انا مش عايزك تزعل ابدا على خسارة اي مباراة للنادي الاهلي بشكل عام. انتظروني ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير باذن الله، هنتكلم فيها على كافة المحافل الدولية والمحلية باذن الله. شكرا.